طول ما انت عايش في الحياه اوعى يبقى هدفك اقصى حاجه بالنسبه لك ان انا انجح وابقى معايا فلوس كتير وابقى معايا كل حاجه كتير واعيش افضل واسافر واخرج وابقى حد مشهور. ثم كان ماذا؟ لو انت هتستخدم ده او لو انت بتتمنى ده من اجل ذاته كارثه. او لو انت تتمنى من فجر يومك للدجى امل ورقد مرهق وبنصف نوم يا فتى كنت الزمان تسابق وقسمت قوتك العنا والمر مما يقلق وخشيت من مستقبل لكن ربك أكبر. حققت حلمك هنا هذا نجاحك قد ظهر في آخر النفق غدا ما بين كفيك القمر لك قصة أكملناها والله يجزي من صابر لا تكتفي مهما جرى واسعى لكي يبقى الآثار. انظر لأهلك فخرهم بك سوف ينسيك التعب كم شطروك مصاعبا لتنال أعلاها رتاب. بص يا عمنا، في قاعدة كده حياتية جميلة عايز حضرتك تركز عليها في حياتك مستقبليا، ومبدأ جربه هتلاقي المبدأ ده ليه أثر رهيب جدا. الحاجة اللي تخاف منها تجرأ عليها، ده ما فيهاش خطأ. أنا عارف أنت شايل جواك كمية طاقة مرعبة حتى وإن بدأ إن أنت سليم ومش متوتر. عايز أقول لك بس خليك جريء. الحاجة اللي انت بتخاف منها او اي حاجة ممكن تخوفك في الحياة خليك جريء عليها، مش هيحصل حاجة. ماذا لو قلت لك خلاص احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا، ماذا لو محدش فينا بيضمن المستقبل؟ فعشان ما اخشش في حتة ان انا اصلا ما عنديش يقين، خليك جريء. ادام انا مش هعمل حاجة غلط فبناء عليه ده مش اول امتحان حضرتك تمتحن. حضرتك مريت بكم رهيب من الامتحانات. هو الامتحانات اللي انت كنت بتحلها قبل كده بتحلها بشيء من الجرأة لانك مش متوتر او لاني مش شايف ان دي هي درجة ممكن تغير مصيري من وجهة نظرك. الصراع المستمر في الحياة صديقي، ودي لو في ايدي نصيحة اقدمها لك مش هقول لك غير النصيحة دي. اخشى ان الصراع الدائم في الحياة والبحث على النجاحات المادية التي يتغنى بها الجميع ينسيك الهدف من الحياة. قلبي احنا مطلوب مننا نجتهد عشان نوصل لكلية معينة او وظيفة معينة او وضع اجتماعي معين، مش علشان ده هدف في ذاته، وإلا فالمادية ستزول بمجرد أن تموت. دي كلها نجاحات لو مت بكرة، ولو أي حد مات بكرة، ولو أنا مت بكرة لا قيمة لها. النجاحات دي ما بتوزنش في الميزان يوم القيامة إلا لو أنا أخدها وسيلة. فاوعى الهدف ده يحيد عنك طول ما أنت عايش في الحياة. طول ما أنت عايش في الحياة اوعى يبقى هدفك أقصى حاجة بالنسبة لك إن أنا أنجح وأبقى معايا كل حاجة كتير وأبقى معايا فلوس كتير واعيش افضل واسافر وابقى حد مشهور واتجوز احسن بنت في الحياه. ثم كان ماذا؟ لو انت هتستخدم ده او لو انت بتتمنى ده من اجل ذاته كارثه لا قيمه لها. اوعى انشغالنا بالحياه وانشغالك بالحياه ينسيك الهدف الاسمى. عارف ليه؟ لان في النهايه انت مش هتاخد اللي ربنا كاتبه لك، وفي النهايه لو انشغلت بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه معنى الحديث؟ والله ما الفقر اخشى عليكم انما اخشى ان تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. كما تنافس معنى الحديث بقى متن الحديث كما تنافس الذين من قبلكم الى اخره. فالشاهد يا سيدنا حقق نجاح ابقى جامد جدا بس في النهايه انت عارف هدفك لا يحيد عنك ان ربنا يبقى راضي عنك. في النهايه ده هدفي. اي وسائل هتاخدها في الحياه، اي وسائل هتستعين بيها عشان تقوي ذلك الهدف يا ريت ويا حبذا. ماديه من اجل ان هي تزود لك متعتك ماشي، بس هدفك بيتحقق. لكن لا تشغلك هذه الوسائل عن الهدف الاساسي. انا في النهايه موجود في الحياه مش عشان احقق نجاحات دنيويه، لان النجاحات الدنيويه دي نجاحات شخصيه ليا. انا موجود في الحياه في النهايه عشان ربنا لما اموت ربنا يبقى راضي عني. بس انا مت النهارده يبقى اخش الجنه، هو ده الهدف. انا بقى جنب الهدف ده استعنت باشياء، والله ده انا الكليه دي هتساعدني خير وبركه. انا بذلت اللي عليا بس ما دخلش الكليه دي يبقى مش هتساعدك، وده الخير والافضل. والخير والافضل لما بيتقال، انا عارف ان الكلام ده لما بيتقال بالذات من الكبار علشان ما عندكش من الخبره الكافيه من الحاجات اللي تقول لك ان ده الخير، بس انت عندك مواقف كتير حصلت في حياتك كنت انت بتتمنى حاجه وحصل حاجه عكسها ولقيت ده الاحسن خلاص، ودي حاجه مجربه. تمام يا سيدنا؟ اوعى تحيد عن هدفك في الحياه، اوعى تحيد. اي مكاسب احنا بنسعى ليها هي مكاسب عشان تقوي الهدف ده، مش مكاسب عشان تخلينا نضحي بالهدف بتاعنا. اوعى تحيد يا صديقي عن هدفك في الحياه. هدفي في الحياه مت دلوقتي ان شاء الله ربنا راضي عني ان شاء الله اخش الجنه.
ده هدفي في الحياه. خلاص اتفقنا يا سيدنا؟ خلاص سيدنا، الحياه دايما بدايتها احنا بنبقى عايزين ربنا يوفقنا. احنا قلنا ان التوفيق، احنا ما عندناش في الدين حاجه اسمها نجاح للوصول لحته معينه. الدين عندنا الفلاح او التوفيق. طول ما الانسان موفق، طول ما هو الانسان ده فالح ناجح، طول ما هو موفق فربنا موفقه، لا الناس بتحبه. اللي بيحط ايده في حته كده سبحان الله بتمشي، اشتغل شغلانه تيجي سبحان الله، يتزوج زوجه تطلع صالحه، يخلف عيال اليوم صالح، ربنا موفقه. فانت هنا الحياه مش مرتبطه، اوعى تعيش الحياه بماديه، الحياه مش ماديه، الحياه مش فلوس وكليه وعربيه وراتب، الحياه مش كده، الحياه فيها ده، بس الحياه بالحاجات دي بس هي ما فيهاش روح ولا بتتعاش بسعاده. الحياه لازم، وانت عشان تعرف تبقى سعيد لازم طول الوقت انت مستخبي في كنف ربنا، وعشان تفضل طول الوقت مستخبي في كنف ربنا انت عارف انما تحصل عليه وبتوفيق الله. انت دخلت ديت بتوفيق ربنا اعني فانا دخلتها بتوفيق، انت اشتغلت الشغلانه دي فبتوفيق ربنا. تمام يا سيدنا؟ خلاص يا عمنا، موفق ومسدد وباذن الله، موفق ومسدد وباذن الله، موفق ومسدد. خلاص سيدنا، نلقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.